السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي يا جماعة. النهارده بقى قلت لجوزي مش هعمل اي اكل. انا طول الاسبوع عمال اعمل اكل تعبت. قام متشمر وعمل لي المحمر والمشمر. النهارده ما كانش فيه في البيت غير هو ربع كيلو لحمة. قام بقى مطلعهم وطلع حزمة بقدونس كده زي ما انتوا شايفين، وقطع بصل وقطع كده البقدونس، وجاب صينية كده زي ما انتوا شايفين، حط فيها شوية زيت وحط اللحمة، وقام حاطط عليها البصل وحاطط عليها البقدونس اللي قطعه، وحط شوية ملح وشوية بهارات لحمة وشوية فلفل اسمر، بس كده. وقال لي بقى انا اعملك اكل تركي، اكلة تركية عمرك ما اكلتيها. فضل كده يقلب كله في بعضه كله في بعضه يمين في شمال زي ما انتوا شايفين كده. قلب كل المكونات مع بعض، الملح والفلفل وبهارات اللحمة، بس ما بحط عليها ايه البهارات اللحمة، ما زودش بهارات. ما شاء الله كانت صينية زي الفل. كلت صوابع ورا، ما كانش عاوز ياكلني منه بس كلت برضه. هنا جبت الطحينة حطيت له معلقتين كبار كده، قلت له ما تزودش الطحينة، ده الطحينة غالية. خففها، قلت له خففها بقى بشوية مية، خففها بشوية مية كتار. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، حطيت عليها شوية ملح وشوية كمون، وحطيت عليها نزلت عليها بالمية السخنة. بدأت هنا حطيت اللحمة زي ما انتوا شايفين بالطريقة كده وأقسمها، بس التقسيمة مش باينة أوي لأن كمية اللحمة ما كانش كبيرة أوي، كان يدوب ربع كيلو. انتوا عارفين الغدا اللي بقينا فيه هو ربع كيلو، قلنا ناكل ونأكل العيال. هنا الطحينة اهي، واللحمة مرصوصة اهي زي ما انتوا شايفين. بصوا ما شاء الله كانت جميلة. طريقة سهلة وسريعة، يا دوب هو البصلة والبقدونس، وطبعا ايه تكتروا بقى البصل عشان تعملوا كمية كبيرة، عشان تاكلوا وتأكلوا العيال وتأكلوا العيلة وعيلة العيلة. هنا حطيتها بقى على النار اهو، حطها على النار وهدي عليها النار خالص، يديها بس تشميعة. هي لو كانت بقى ايه، لو كانت اللحمة كتيرة كنا قلبناها، بس اللحمة كانت قليلة، بقولكوا ربع كيلو. حطينا عليه شوية بصل، قلنا نكتره شوية وعملناه في الصينية دي. لو كان بقى معاكي كمية لحمة كبيرة ممكن بقى انك تحطها كده تاخد تشميعة وايه، وتقلبيها بقى وتقلبيها وبعدين تحط عليها الطحينة. بس دي كمية، بس دي كمية كانت صغيرة فمينفعش ان احنا نقلبها، لو قلبناها تتفرفت. وبصوا الطحينة اهي خففناها خالص خالص عشان تبقى كتيرة، وعشان ايه كل الصينية تتشرب معانا. هي هنا حطيتها ايه على النار هادية خالص تتشمع معانا، بدأت تنزل ميتها. هي اول لما تشرب المية بتاعتها دي هنزل الطحينة، ما ينفعش وهي فيها مية كده انزل بالطحينة، اول لما تشرب المية انزل بالطحينة. سايباها كده على نار هادية، ما تعلوش عليها عشان لو عليتوا عليها تتحرق منكم. هنا كانت شربت المية بتاعتها، بدأ هو ينزل الطحينة اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كانت ريحتها روعة، اللهم بارك. هنبدأ بقى نحط الطحينة على كل ايه، نشربها كلها ونهدي عليها، نسيبها برضو متهدى على النار خالص لحد ما تستوي معانا. اوعوا تعلوا عليها تحرق منكم. بصوا ما شاء الله. تغطيها بقى بأي حاجة، هبدأ أجيب صينية زي اللي هي فيها دي أغطيها بيها وأسيبها بقى ايه لحد ما تستوي على النار هادية خالص من غير أي بهارات كتير. وما شاء الله كانت ريحتها روعة روعة، نفسه ما شاء الله جميل. ربنا يبارك يا رب ويهديه. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا ما شاء الله بتتكتك ازاي، كانت ريحتها جميلة. طريقة سهلة وسريعة. ممكن بقى لو راجع من شغلك تعبانة، جعانة في نص الليل، مش لاقية أكلة تعمليها، ما عندكيش غير ربع كيلو لحمة، ممكن أصلا تعمليها للضيوف. بصوا ما شاء الله. بصوا كمان يعني ما بتزودي البصل بتعملك كمية كبيرة. دي كان ربع كيلو بصل، كان ربع كيلو لحمة، وحطيت عليه ايه، حطينا عليه بصل كتير عشان يزود معاك الكمية. كل ما تكتر البصل اصلا البصل بيكرمل وبيديك طعم حلو قوي. بصوا ما شاء الله كانت خلاص كانت استوت معايا اهي، اللهم بارك. بصوا ما شاء الله، طريقة سهلة وسريعة وطعم الله اكبر. بصوا بصوا ما شاء الله، طعمها تحفة. ما تنسوش بقى تجربوها وقولوا رأيكم في التعليقات. صلوا على النبي، السلام عليكم.